بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا نعمل سموزي البطيخ او عصير البطيخ المثلج بطريقة سهلة وبسيطة. هنجيب البطيخ بتاعنا ونحاول نشيل البذور اللي فيه وهتجمديه في الفريزر، وهيبقى معانا سكر للتحلية وليمونة خضراء. ولو عايزة تضيفي نعناع اخضر ضيفي اوراق النعناع الاخضر عادي، مفيش مشكلة لو بتحبي طعمه في العصير. هنجيب قطع البطيخ اللي جمدناها في الفريزر ونضيف عليها في شفشق الخلاط كمية السكر اللي احنا بنحبها حسب التحلية طبعا، وهنضيف كمية المية المناسبة لنا، وهنعصر الليمونة على البطيخ بتاعنا. كمان لو البطيخ عندك مش متجمد ممكن تضيفي له قطع التلج، وهيبقى جاهز معاكي برضو ومفيش أي مشكلة. هنضرب المكونات بتاعتنا في شفشق الخلاط، وكده هيبقى جاهز معانا أحلى عصير بطيخ. مش هنزعل بقى لو جبنا بطيخة بعد كده وطلع طعمها مش حلو أو مش مسكرة، هنحولها لسموزي البطيخ ونطري على قلوبنا وقلوب ولادنا في الحر ده. وبألف صحة وعافية يا رب، وأحلى سموزي بطيخ أو أحلى عصير بطيخ، وبألف هنا وشفا.